لك أن تتخيل يا صديقي إن الأحداث اللي هحكيها لك دلوقتي كلها حصلت بالفعل، والأحداث دي مع عيلة صغيرة في حي إنفيلد في مدينة لندن سنة 1977. طيب أقول لك حاجة أحلى؟ 50 الشاي الجميلة ويلا بينا. في أغسطس سنة 1977 في منتصف الليل كانت ليلة غريبة ومخيفة، والهدوء كان ملوش تفسير. بتحصل أحداث مرعبة في بيت صغير في شارع اسمه جرين ستريت في حي إنفيلد شمال لندن. البيت ده كان ملك لعيلة بسيطة، بيجي هودجسون، أم لوحدها بتربي 4 عيال بعد ما جوزها سابها. لكن الليلة دي الهدوء قلب لأحداث مرعبة. بدأت الحكاية لما البنت الصغيرة جانيت واللي عندها 11 سنة وأختها مارجريت اللي كان عندها 13 سنة صحيوا على صوت خبط غريب في الحيطة. الأول افتكروا حد بيهزر من بره، بس الصوت كان جاي من جوه الأوضة نفسها، خبط متواصل زي ما يكون حد بيضرب بعصاية على الحيطة بشكل متكرر. الأم دخلت عليهم وهي مرعوبة ولقت السرير بيتحرك لوحده حرفيا، والكرسي اللي كان في الركن بدأ يتحرك لوحده، وبعدها اتحرك كأنه بيتزق من غير ما حد ما يلمسه. في اللحظة دي الأم اتجننت من الخوف واتصلت بالشرطة، وجت واحدة شرطية من اسم العاصمة دخلت تشوف بنفسها، وسجلت في تقريرها إنها شافت كرسي بيتزق واتحرك لوحده من على الأرض، وإنها ما قدرتش تحدد السبب. لكن الليلة دي كانت البداية، ومفيش حد في العيلة عرف ينام بعدها زي الأول. من بعدها بدأ كل يوم يبقى فيه حاجة جديدة، أصوات خبط جاية من الحيطان والسقف، ولعب بتتحرك من غير ما حد ما يلمسها، وكمان الكراسي بتتقلب. وأكتر حاجة كانت مرعبة هي إن الأم شافت بنتها جانيت وهي نايمة وجسمها بيترفع عن السرير كأن حد شايلها من غير ما تلمسها. المنظر كان صعب يتصدق، بس الجيران نفسهم شافوا نفس الكلام. الموضوع انتشر في الحي وبعدها وصل للصحافة، وفي الوقت ده جريدة الديلي ميرور بقت بتبعت مصورين كل يوم للبيت، والناس بقت تيجي تشوف بنفسها. وفي وسط الزحمة دي ظهر راجل اسمه موريس جروس، عضو في جمعية اسمها جمعية البحث النفسي، ودي جمعية مهتمة بالظواهر الغريبة. جروس كان مخترع وبيحاول يفهم هل فعلا في شبح وقوة خارقة ولا خدعة من البنات، وعلشان يتأكد جاب معاه تسجيلات وكاميرات وقعد في البيت أسابيع بيراقب. في البداية سمع بنفسه أصوات صفير غريبة، وبعدها حاجة شبه نباح الكلاب، وكل ده جاي من ناحية جانيت. وفي مرة وهو بيسجل بالكاسيت الصوت ده اتكلم، كان صوت راجل خشن وبيقول كلام مش مفهوم. جانيت كانت قاعدة قصادهم ووشها ثابت بس الصوت طالع منها. قالت إن اللي بيتكلم ده اسمه بيل ويلكنز، راجل كان ساكن في نفس البيت زمان ومات على الكرسي اللي تحت السلم. وقتها اللي كان يسمع التسجيل كان بيحس إن الصوت مش ممكن يطلع من بنت صغيرة. حتى الأطباء قالوا إن الأحبال الصوتية لطفلة مش ممكن تطلع النغمة دي من غير ما تتأذي. بس كان في حاجة غريبة تانية، لما الصوت بيتكلم جانيت كانت بتبقى كأنها في غيبوبة، وبعد ما يختفي من عليها تبص حواليها كأنها مش فاكرة حاجة. التحقيقات فضلت شهور لأن الموضوع ما كانش عادي، وفي الوقت ده كانت الصحافة بتكتب والجيران بيحكوا عن حاجات بيشوفوها، وفي نفس الوقت بدأت الشكوك تظهر. كاميرات المراقبة سجلت جانيت وهي بتحاول تتني لوح من الحديد، وكمان كانت بتخبط بعصاية في السقف. وبعض الباحثين كان من رأيهم إن البنات دي بتضحك عليهم، لكن جروس نفسه كان بيقول حتى لو نص اللي بيحصل خدعة ففيه نص تاني مش مفهوم. وفي الفترة دي البيت رقم 284 بقى لغز صعب، لغز ما بين اللي مصدق واللي مكذب، واللي حلف إنه شاف بنفسه حاجات العقل ما يقدرش يفسرها. لكن اللي محدش لاحظه وقتها إن كل ما الليل بيجي الخبط بيرجع تاني بنفس الإيقاع، كأنه بينادي على حد، أو كأن بيل نفسه لسه هناك ومستني اللي يسمعه. في ليلة من الليالي موريس جروس كان قاعد في الأوضة ومعاه جهاز التسجيل، حاطط المايك قريب من جانيت، والبنت قاعدة على الكرسي بتبص في الأرض وعينيها بتغرب كأنها مش موجودة معاهم. الأجواء في البيت كانت غريبة وصعبة، والساعة عدت نص الليل، وفجأة من غير مقدمات المايك مسك صوت خشن، صوت ما كانش لطفل خالص. الصوت كان لراجل كبير بيقول بصعوبة أنا اسمي بيل. في الوقت ده جروس وقف مكانه وقلبه دق بسرعة من الخوف.
والغريب إن البنت أصلا ما فتحتش بقها، بس الصوت كان طالع منها فعلا، وقالت بصوت الراجل ده: أنا كنت ساكن هنا ومت على الكرسي اللي تحت السلم. الناس اللي كانوا في الأوضة اتجمدوا، والأم بيجي بقت مرعوبة من اللي بيحصل مع بنتها، ومارجريت أختها كانت قاعدة بتعيط. كروس حاول ساعتها يسأل الكيان ده: عاوزين نعرف انت عايز ايه من البيت؟ الصوت رد بضحكة غريبة وقال: مش قادر امشي من هنا، المكان ده بتاعي. وبعدها سكت فجأة كأن الكهرباء اتقطعت على الجو كله. الليلة دي كانت أول تسجيل رسمي لصوت بيل، وبسبب التسجيل ده الصحافة والباحثين بقوا بيتسابقوا على إنهم يروحوا البيت. وعلى مدار الشهور اللي بعدها الصوت ده بقى بيظهر كل كام يوم، ساعات يقول كلام مفهوم وساعات مجرد نفس أو ضحكة مكتومة. وفي مرة من المرات اللي اتكلم فيها قال إن عينيه كانت عامية قبل ما يموت، وإنه مات بنزيف داخلي على الكرسي. كل التفاصيل دي فعلا كانت مطابقة لحكاية راجل اسمه ويليام تشارلز ويلكنز، وبالفعل كان مات في نفس البيت ده سنة 1963. الصدمة كانت إن واحد من الناس اللي سمع التسجيل في الإذاعة بعد كده اتصل وقال إن الصوت ده شبه صوت أبوه، وأبوه ده هو فعلا بيل ويلكنز نفسه. لكن وقتها مش كل الناس صدقت الكلام ده. واحدة من الباحثين في الجمعية اسمها أنيتا جريجوري قالت إن الموضوع مبالغ فيه جدا، وإن البنات بيلعبوا لعب عيال. وفي نفس الوقت ظهر فريق تاني من أمريكا مختصين في القضايا الروحية اللي شبه كده، وكان اسمهم إدوارد ولورين. زاروا البيت فترة قصيرة وقالوا إنهم متأكدين إن في كيان فعلا موجود وإنه مسيطر على الطفلة. بس بعدهم ناس تانية زي السحرة المحترفين والمحققين قالوا إن ده كله تمثيل ذكي جدا من جانيت ومارجريت، وخصوصا إنهم كانوا دايما في قلب الكاميرا في التسجيلات اللي تمت. أما بالنسبة لموريس جروس فكان متلخبط. هو شاف حاجات بعينيه زي الكراسي وهي بتتحرك وورق بيطير من غير هوا، بس برضه شاف بنفسه جانيت وهي بتحاول تستخبى وتسجل أصوات بنفسها. وفي مرة لقاها بتخبط بعصاية في السقف لما كانت فاكرة إن محدش شايفها، ومع ذلك لما واجهها عيطت وقالت له إنها مش عارفة ليه بتعمل كده، بس في حاجات بتحصل لوحدها فعلا. البيت بقى كأنه بيعيش بين عالمين، نص منه مرتبط بالعقل والمنطق والنص التاني مش مفهوم خالص. وفي مرة جروس قال لزميله: حتى لو البنات بيزوروا، في لحظات بحس إن في حاجة فعلا جوه البيت مش طبيعية. الليالي في البيت ده بقت غريبة وطويلة، والأنوار كانت بتطفي لوحدها. وفي مرة أثناء التسجيل الكاسيت وقف فجأة وبعدها اشتغل لوحده من غير ما حد ما يلمسه، والصوت اللي طلع المرة دي كان أقصر لكنه كان أوضح من أي مرة قبلها. الصوت كان بيقول: كلهم هيمشوا وأنا هفضل هنا. وفي اليوم اللي بعده موريس كتب في مذكراته: لو الشبح ده مش حقيقي فالعقل البشري أقدر على الرعب من أي كيان تاني. وفي اللحظة دي بدأ يدرك إن القضية دي مش بس عن شبح، دي عن الحدود بين العقل والخوف، وعن بنت صغيرة ممكن تبقى بوابة لحاجة أكبر مما أي حد يتخيل. الأيام عدت والبيت بقى زي المسرح اللي كل الناس بتتكلم عنه. في الفترة دي الصحافة والباحثين بقوا بيترددوا كتير على البيت ده، وكل واحد ليه رأي وشك. بس وسط الزحمة دي البنت الصغيرة جانيت كانت بتتغير، مش بس في تصرفاتها لكن كمان في شكلها. وشها بقى شاحب وكأنها مريضة، وعينيها فيها نظرة خوف غريبة كأنها شايفة حاجة إحنا مش شايفينها. موريس جروس كان لسه بيقعد في البيت كل ليلة بيسجل وبيكتب كل حاجة بدقة، بس الليالي الأخيرة بدأت تبقى مختلفة. الصوت اللي كان بيظهر في أوقات متقطعة بقى واضح أكتر، وكأنه بقى مرتاح في البيت. الكل سمعه في يوم وهو بيقول بصوت أقرب للهمس: خلاص كده محدش هيقدر يخرجني. وفي نفس الليلة جانيت كانت نايمة على السرير وجسمها بدأ يتحرك لوحده والأوضة كلها اتقلبت. اللعب بقت عمالة تطير وفي أصوات خبط كتير على الحيطان، وجانيت اتشدت لفوق وهي نايمة وجسمها بقى بيترفع كأن في حاجة شايلاها. الأم في الوقت ده انهارت من الرعب، وجروس كان بيحاول يسيطر على اللي بيحصل بس مفيش تفسير. وبعد دقايق كل حاجة بترجع لطبيعتها. البيت من بعدها ما بقاش زي الأول، وحتى الجيران بدأوا يشتكوا إنهم بيسمعوا نفس الأصوات من بره، خبط على الحيطان وحاجات بتقع من غير سبب. وفي مرة واحدة من الجيران شافت نور ضعيف طالع من أوضة جانيت وقت الفجر، ولما بصت من الشباك شافت البنت قاعدة لوحدها بتبص للسقف وساكتة.
بعد التحقيق في الموضوع الناس اللي في الجمعية اتقسموا الرأيين، ناس شايفين إن البنت فعلا عندها قدرات غريبة وناس مقتنعين إن دي لعبة تمثيل. لكن اللي زود الشك إن الكاميرات اللي كانت في البيت بدأت تكشف حاجات متناقضة. في تسجيل من ضمن التسجيلات باين إن جانيت كانت بتحاول تتني حديدة بإيديها، وفي تسجيل تاني كان جايب حاجة اتحركت وراها من غير ما تلمسها. وفي الوقت ده موريس بدأ ينهار نفسيا. كتب في مذكراته إنه بقى بيحلم بأصوات في ودانه حتى لما يرجع بيته، بقى بيسمع اسم بيل وهو نايم، ولما يصحى بيلاقي شريط التسجيل بيتحرك لوحده من على المكتب. كان عارف إن عقله بدأ يلعب بيه، لكن في نفس الوقت مش قادر يبعد. وفي يوم من الأيام حصلت المفاجأة. جانيت ومارجريت اعترفوا قدام الصحفيين إنهم فعلا كانوا بيهزروا في شوية حاجات. قالوا إنهم ساعات كانوا بيعملوا الأصوات علشان يخوفوا الناس أو يلفتوا الانتباه. الكلام ده بقى زي القنبلة، الناس كلها صدقت وقالت هي دي الحقيقة، مفيش شبح ولا حاجة. لكن بعد يومين الصحافة كلها كتبت حاجة غريبة. البنات رجعوا وقالوا إنهم اضطروا يقولوا كده لأنهم كانوا خايفين، وموريس نفسه قال إن اعترافهم مش كامل، وإن في حاجات هو شافها مستحيل تكون تمثيل. في الليلة الأخيرة اللي قضاها هناك كتب في مذكراته: البيت هادي بس الهوا تقيل كأن في حد بيتنفس جنبي. أنا سامع الخطوات في الدور اللي فوق مع إني لوحدي. وفي اللحظة دي سمع صوت الكاسيت بيشتغل تاني لوحده. الصوت الخشن رجع وقال جملة واحدة: أنا كنت هنا قبلهم وهفضل كمان بعدهم. وبعدها كل الأجهزة سكتت والبيت دخل في صمت تام. وتاني يوم الصبح موريس ساب البيت وقالها لجاره وهو ماشي: لو في لعنة فعلا فهي مش في البيت، اللعنة في اللي بيعيش فيه. بعد شهور من الرعب اللي عاشته عيلة هودجسون الدنيا بدأت تهدى شوية. الصحافة قلت والمحققين مشيوا واحد ورا التاني، والبيت اللي كان مليان ناس وكاميرات رجع تاني فاضي وهادي، وده على الأقل في الظاهر. جانيت حاولت ترجع حياتها لطبيعتها ورجعت المدرسة، بس الكل كان بيبصلها بخوف. زمايلها بقوا بيهمسوا من وراها، والمدرسين بقوا بيبصلها بنظرة شفقة كأنهم شايفين فيها بنت ملعونة. بس الحقيقة إن الكابوس منتهاش. في يوم وهي قاعدة في أوضتها سمعت الصوت تاني، مش عالي زي الأول بس كان واضح كأنه أنين جاي من جوه الحيطة. ولما راحت تقرب ودنها علشان تسمع أكتر سمعت نفس النغمة القديمة. البنت صرخت وجريت على أمها، بس لما رجعوا الأوضة مفيش أي صوت ولا حركة. بس لما بصت ناحية الكرسي اللي جنب السرير شافته بيتحرك خفيف كأن فيه ريح خفيفة بتزقه. البيت فضل كده شهور طويلة، كل فترة تحصل حاجة غريبة بسيطة بس العيلة قررت تتجاهل اللي بيحصل. والأم كانت دايما تقول مش عايزين نرجع للرعب تاني. لكن موريس جروس هو اللي مقدرش ينسى اللي حصل. كان لسه بيزورهم كل فترة وبيسأل عليهم، وكمان كان بيسجل كأنه مش قادر يسيب اللغز ويختفي من دماغه. وسنة ورا سنة والأحداث بدأت تقل. جانيت كبرت وسابت البيت واتجوزت، وقالت بعد سنين في مقابلة صحفية إنها لسه مش عارفة اللي حصل كان إيه بالظبط. وقالت كمان إن في حاجات كنا فعلا بنعملها بس في حاجات تانية كانت بتحصل لوحدها، وكمان كانت بتحس بحاجة ماسكة فيها وبتتكلم من جوه صدرها. الغريب إن موريس اللي تابع القضية لحد آخر يوم مات بعدها بفترة قصيرة. وفي واحدة من المذكرات اللي انتشرت بعد وفاته اتكتب جملة غريبة بخط إيده: الصوت لسه بيرن في وداني وبيقولوا إنه رجع البيت. وبعدها بسنين سكنت عيلة تانية في نفس بيت إنفيلد. في الأول كانوا فاكرين إن كل الكلام اللي اتقال كان إشاعات، لكن بعد كام شهر بدأوا يلاحظوا حاجات صغيرة: خبط خفيف كان بيحصل في الليل، ولعب بتتحرك من مكانها، وواحد من العيال بيحلف إنه شاف راجل عجوز قاعد على الكرسي في الصالة. محدش قدر يثبت حاجة، بس كل اللي سكنوا في البيت في أي وقت بعد كده كانوا بيمشوا بعد فترة قصيرة من غير ما يقولوا السبب الحقيقي. وفي تقرير انتشر في واحدة من الجرايد المحلية بعد سنين طويلة عن الجار اللي كان ساكن قصاد البيت، بيقول إن من يوم ما بدأت الحكاية وأنا كل ليلة بسمع نفس الخبطات 3 مرات متتالية زي ما كان بيحصل زمان. يمكن دي مجرد صدفة، بس الصدفة دي ما بتخلصش أبدا. البيت لحد النهاردة لسه موجود في شارع جرين ستريت في إنفيلد، وبيتباع وبيتأجر كل كام سنة، لكن دايما في نفس النتيجة: العيلة تمشي فجأة من غير تفسير والجيران يقولوا إنه رجع تاني.
سيبولنا رأيكم في التعليقات وقولولنا حابين نتكلم عن ايه في القصص الجاية. بحب اشوف آرائكم ومقترحاتكم. وبس كده بتنتهي قصتنا النهاردة. وقبل الختام ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل قصة جديدة وكل غموض جديد. همتكم معانا أصدقائي علشان نوصل الفيديو ده لأكبر عدد ممكن. وفي الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.